مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ضيف الدنيا وما فيها تعطل في الطريق، وصل كان توا ميساج الحمد لله على سلامته الدكتور كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض. ضيف الدنيا وما فيها. باش ناخذ حوار، هذايا اسرع حوار معناها في التاريخ. مرحبا بك دكتور ونورنا. قبل ما نمشي اليوم 29 وتظاهره مهمه تقوموا بها، حبيت نسال على قراءتكم لهذه الهدنه ونهايه الهدنه بشكون اليوم، والتخوفات من اليوم الخامس ان شئنا، يوم ما بعد الهدنه. الهدنه اولا صباح صمود غزه الاسطوري وصباح المقاومه الفلسطينيه التي سطرت أروع صور التضحية تماما وحقا وأكثر. الوضع أولا هذه الهدنة 4 أيام كشفت أكثر تماما هذا الوجه المجرم لهذا الاحتلال الإسرائيلي وهذا التدمير وهذه الإبادة هذه الهولوكوست تماما على أرض الواقع في غزة. قلبت الطاولة على هذا الاحتلال، حولت الشارع العالمي بأن يقف مع هذه الإنسانية. ونعم هي الحرب حرب إنسانية، وغزة استطاعت أن تصيغ هذه الحرب. فلذلك أولا ونقول قبل أي كلمات، نحن أول ما تعلم الشعب الفلسطيني تعلم هذا النشيد الوطني التونسي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. وأيضا مرورا: اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين، اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. ونعم تعلمنا من توفيق زياد: كأننا 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل. ونختم بهذا الاتجاه لدرويش، هذا الفيلسوف الشاعر الكبير، أتصور تحدث وأسهب كأنه يرى الآن فلم نراه من قبل، وهو هذا الصدام الحقيقي ما بيننا وبين هذا الاحتلال. الهدنة اليوم بتوقعات يعني ويقين ستتمدد على الأقل ليومين. ستتمدد ليومين على الأقل. هذا معطى رسمي وإلا قراءتكم؟ هذه قراءة المشهد وقراءة عميقة أيضا من الصحافة الكاملة هناك ومن الآراء ومن الرؤية بهذا الاتجاه. هناك مد وجذر، والمقاومة بتدير عملية المفاوضات، وبلا أدنى شك بأن أنف هذا الاحتلال الآن في الوحل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سقط القناع بكل ما تحمل الكلمة من معنى. العالم الآن تغيرت أوراق اللعبة، وعم تقلب الطاولة على كل من وقف مع هذا الاحتلال البغيض، وكما قلت الساحر والمسحور الآن. يعني باختصار شديد هذه الأدوات الآن اختلفت. فلذلك إن شاء الله ستكون اليوم تمديد لكي أيضا يتنفس الصعداء. بالأمس شاهدنا هذه الصورة التحضرية لهذه المقاومة، كيف سلمت المحتجزين، وكيف كانت الابتسامة، وكيف كان التحضر والحضارة، وشاهدنا كيف الاحتلال يتعامل مع كل الأسرى، يتعامل بوحشية. ولهذا إن دل على شيء، يعني عندما أنا أكون بحالة نفسية جيدة أتصرف بطريقة واثقة وطريقة كبيرة جدا، والاحتلال يتصرف بطريقة صغيرة كما عود ذاته لا يستطيع أن يكون كبير. فهذه أيضا رسالة. وأيضا نحن نمضي في اليوم العالمي في 29 نوفمبر، وشيء القدر بأن أكون في تونس لكي يكون هذا اليوم العالمي هنا الداعم للقضية الفلسطينية. هذا اليوم العالمي حولناه أن يكون من متضامن إلى مقاوم هنا في تونس، في إسقفية، في الفنون، في نهج جلد، وهذه البلد القديمة هذه التي تعبر عن العبق والحضارة. سقيفة إذا كلمة خدنيش. نعم، سقيفة. سيكون عدة مبادرات هائلة جدا. هذا يوم 29 الساعة 3 تحت شعار من متضامن إلى مقاومة بمناسبة اليوم العالمي. وهذه دعوة طبعا لمن يريد أن يكون. سيكون عدة مبادرات. نفتتح المعرض طبعا التراث الفلسطيني وتراثنا هويتنا، والتراث أيضا برضو مقاومة. وفي نفس الوقت كمان هناك معرض للفن التشكيلي لهؤلاء الفنانين التونسيين الذين يعبروا عن غضب ويعبروا عن عمل. أيضا قدموا لغزة الصمود لوحة
الجدرية سنفتتح في غاية الروعة والقراءة، وأيضا الحضور التونسي والوعي التونسي والممانعة هذه هذه الأسطورة. أنا بحالة من المشاعر الجياشة نحو الشارع التونسي، فهو لقن وعلم. أنا قابلت أطفال والله يتمتعون بحالة وطنية كأنهم مولودون هناك في القدس أو في غزة. ولذلك أيضا سيكون مبادرة أخرى وهي توقيع عريضة ضد هذا الكيان الصهيوني وقادة الكيان الصهيوني. نحن لسنا بعاجزين. وأيضا هناك برضو رأي عام يجب أن يستغل بالشكل الجيد، ويجب أن ندق كل الأبواب. بادر فأنت قادر. وسنختم بعمل وطني كبير جدا، عمل فني تقدمه الفنانة الكبيرة والقديرة نوال غشام، غزة الصمود، عمل غنائي مهم جدا سنطلق بهذا اليوم. نعم، اليوم من الساعة 3 بعد الظهر طبعا بتوقيت تونس بطبيعة الحال إلى حدود إلى الخامسة إن شاء الله. وهذا الكل حضور مكثف طبعا، وأيضا دعوة مفتوحة للزملاء الصحفيين الإعلاميين كل طبعا نتشرف بالجميع. هي لوحة للجميع، هي لوحة تعبر من متضامن إلى مقاوم. أنا أردت أن أنقل رسالة لكل الوطن العربي أن هذا التونسي ليس بمتضامن مع القضية المركزية والقضية القضية الفلسطينية، وإنما هو جزء لا يتجزأ منها قلبا وقالبا، فهو يعيش معها الألم ويبني معها الأمل. هذا هو التونسي. هذه صورة حضارية وصورة مقاومة بشكل مختلف. ونعم، كل المقاومة لها كتير أشكال ولها كتير معطيات ومقومات. نعم، والمقاومة كما ذكر الدكتور كمال الحسيني خليفة ماهيش حمل سلاح فقط، بكل الأشكال. يقول لك فكر وثقافة ودبلوماسية واقتصاد كلها مع بعضها البعض. نعم. المقاومة. أنا حبيت نسأل على الأوضاع في الضفة. هنا السؤال العميق. الحرب الباردة والحرب الصامتة هناك في الضفة الغربية. هناك 219 شهيد في الضفة الغربية والقدس الشريف. هناك 3200 معتقل. ليلها ونهارها في حالة غضب كامل متكامل. الضفة الغربية والقدس تعيش حالة من الحراك الجماهيري الرائع جدا، وتعيش حالة نضال. طبعا هي لم تتوقف على النضال والمقاومة الضفة الغربية والقدس، ولكن الآن في حالة كبيرة جدا، برغم بأن الاحتلال الآن بأسوأ عقلية وبكل هذه الماكنة العسكرية يحاول تكميم الأفواه ويحاول إغلاق كل الأبواب في أدوات المقاومة. ولكن نحن كما قلت كطائر الفينيق نذهب ونعود من جديد لكي يدرك هذا الاحتلال بأننا نحن أصحاب حقيقة وحق وأصحاب قضية سندافع عنها بكل معطياتنا. فالضفة الغربية أخي العزيز الآن هي في حالة بركان وحالة يعني انتفاضة كاملة متكاملة في الضفة الغربية والقدس الشريف. وفي كل همسة ممنوع ترفع العلم الفلسطيني، ممنوع تكتب بأي حالة تضامن مع عبر الموقع التواصل من مكان إلى آخر، كلها ممنوعة. بالمناسبة يعني بهذا الاتجاه يعني أنا أمي وتاج راسي حبيبتي في دخلت المستشفى قبل 10 أيام وبحالة مشاهدتها للتلفزة صار عندها السكري 550. باختصار تم نقلها للمستشفى. ما بينها وبين أختي الكبيرة 50 كيلو، يعني مش قادر تصلها. فأنت زي ما تفضلت يعني إحنا مقطعة أوصلنا حتى في التنقل ما بين المدينة والأخرى. هذا هو الواقع الحقيقي، ولكن كلنا على قلب رجل واحد وكلنا في خندق المقاومة، كبيرنا وصغيرنا. سنكون في المتابعة من متضامن إلى مقاوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مع شعبنا، مع خيالنا وأخواتنا. التنظيم لمؤسسة سيدة ومركز التراث الفلسطيني، ومركز التراث الفلسطيني أيضا الموجود في تونس هنا، والأسقفية للفنون اللي هي في الحي القصبة. نعم، شكرا لك الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الدكتور كمال الحسيني. لحظات نستقبل الدكتور حمادي لهيبي. جوهرة.